يعني من منطلق ان انا شفت الشوط الاولاني اللي عمله الحكم، عايز تتكلم حضرتك عليه دلوقتي مش عايز انا اعدله. ما هو ده جزء مهم هاخدك فيه يا كابتن طبعا في منطقه الاخطاء التحكيميه اللي حتى الان الحقيقه واحنا في الاسبوع الثالث متكرره في ماتشات كتير، مش في ماتش الزمالك فقط او ماتشات الزمالك او الاهلي او لا، الحقيقه في جميع المباريات في علامات استفهام الحقيقه على الاخطاء التحكيميه الكبيره والكتيره الحقيقه في الفتره اللي فاتت. خلي طيب. بالك يا فاروق، ده ممكن استغفر الله العظيم يعني مش هيحصل طبعا، بس انا بقول لك نخلي بالنا امم ان الدوري ممكن يبوظ في بعض ماتشاته. امم هتلاقي احتجاجات كتيره، واحد يقول لك الحاجات اللي كانت بتتعمل السنين اللي فاتت كلها متواجده في 4 اسابيع، امم في حاجه غلط. امم فانا بقول للكابتن محمد فاروق، اللي ماسكين اللجنه، بريرا الاجنبي، بقى ايه يا اللي ايه كابتن، اللي بريرا ها بريرا يعني رئيس لجنه الحكام، الراجل واضح كده البرتغالي. ان كل واحد فاتح صدره واخدها عافيه، يعني الراجل ملوش اي راي ولا اي سيطره. واضح كده يا كابتن، لما انت ما تقتنعش بالناس اللي في الفار من اكتر من ماتش، مش ماتش الزمالك بس، امم يبقى انت واخدها صدر او عافيه. فلازم يبقى في سيطره، لازم يبقى في كبير، لازم يبقى في اعاده للاخطاء دي عشان ما تتكررش تاني. ومش مظبوط. كل شويه حكم هيتوقف، ده عيب في حقنا كمصريين. رغم ان انا عارف ان اللي بيتوقف ما بيزعلش، اللي بيروح يحكم بره بينزل درجه محترفين اي حاجه يعني. لكن مش دي القصه. القصه ان القانون معروف، والناس بتساعدك في الفار، فما بيبقاش عندك نوع من الغرور او التناكه ان انت تقول لا انا مش مقتنع. خلي بالك حتى لو ادى فاول، دي قصدك مش ان دي مفيش تاني ضرب. مره بتحصل لنادي الزمالك يا كابتن؟ ان ومش يكون الزمالك في بس، ما كان حديث في اعتقد فاركو فاركو المصري. والمصري، ما حاجات كتير بتحصل. يعني قصدي ايه، معظم الناس يا فاروق الكسبان والخسران بيشتكي، يبقى هنا في خطأ. وبالتالي لازم مش عيب نقعد اقعدوا مع بعض، ايه المشكله؟ الحقيقه ان ويبقى كابتن محمد معروف اصلا يعني ان شاء الله يعني مسافر مع يعني لمعسكر خاص للحكام لبطوله الامم الافريقيه، وكابتن امين عمر برضو، يعني مجموعه حكامنا اللي هيكونوا ان شاء الله موجودين بامر الله 6 حكام في بطوله الامم، فاحنا دي حاجه خلي جميله بالك يعني يا فاروق، انا دفعه بتفرج يعني. عليهم بره، اقسم بالله بيعملوا جيم بره غير عادي، بيبقوا نجوم في الماتش. ما اعرفش ايه اللي بيحصل هنا. انا بكلم حضرتك، حاطينك عشان تساعدني، مش عيب ان انت تقول رايك، لكن انا ما احجبش على رايك اقول لا انا مش مقتنع. وخلي بالك لما عواد جه، كان في واحد بعد عواد، بس ما اعرفش انت عندك الكاميرا ولا لا، يعني حتى مش طرد، انت يعني مش قصدك اخر واحد كان في حد ما مغطي تخليش ان بس. اللاعب خلاص انفراد تام قصدك يا كابتن؟ طبعا. لكن هو واخد قرار على فكره، ما فكرش. لو شفت حضرتك اللقطه اول ما جت وهو بامبو في الهواء، ما اعرفش لا، وهي يعني الحقيقه مستعد. برضو لما ترجع للفار فانت عندك الفرصه لاعاده نظر في القرار يعني، فدي برضو شوف 5 6 مرات من جميع الزوايا ما فيهاش لمسه، ما فيهاش احتكاك. وخلي بالك هو بامبو حريف، هو بامبو وقع بعد شويه، يعني انا افتكرت سيميليشن، انا افتكرت كده. لكن احنا مش عايزين حتى نكابر مع ربنا، لان ربنا هينصر المظلوم، هينصره. شايف نادي الزمالك مظلوم كده يا كابتن بالقرارات التحكيميه في الفتره الاخيره؟ طبعا، طبعا يا فاروق، يعني انت راجل محايد كابتن النادي الاهلي دي حاجه تانية، لكن في قرارات ظالمه. انت قصدك ماتشين، يعني ماتش المقاولين كان في شوف انا كلام على ضربه لو جزاء، بتكلم عن والنهارده الزمالك بالاخص، لا، في بعض الماتشات او بكل الماتشات في ناس مظلومه. لكن انا اتمنى ان انتوا بتحكموا بره كويس، لازم تحكموا هنا احسن.